الا باقي ما كيصدقش معاك الملوي اولا ما كيجيكش مورق، اجي جربي معايا هاد الطريقه هذه اللي ساهله الحقيقه وكتعطي واحد النتيجه واعره. خدميه كبير او صغير كيجي مورق، كيجي هشيش، كيجي خفيف ومحمر، كيجي في الحقيقه هماوي ديال تحميره الوجه. ان شاء الله غادي تجربي هاد الطريقه هذه معايا وما غتندميش وغادي تعتمديه ان شاء الله، انا متاكده. شوفي النتيجه ديالو كيفاش جا خفيف وكيجي بنين في نفس الوقت. نتمنى يعجبكم ان شاء الله هذا الفيديو. ما تنساونيش من الاشتراك وتعليق وجيم وبارطاج، وان شاء الله ندوزو للمقادير والطريقه. كنحتاجو لواحد 2 زلايف ديال الفينو و2 زلايف ديال الفورس، معلقه ديال الملحه، معلقه ديال السكر، واحد قبيصه ديال الخميره. انا الزلايف اللي استعملت هنا زلايف صغار ماشي كبار، وكنخلط غير بالماء اللي ما يكونش بارد ما يكونش سخون، كندوزو غير فوق العافيه كتحيد منه البروده صافي ما كيكونش سخون. وكنجمع به العجينه ديالي. العجينه في الاول كتكون قاصحه، قص حتى شويه في الاول ومن بعد باش ندلكها. من بعد انا كنعجن وكندلك وكنزيد في الماء باش توصلوا لواحد النتيجه زوينه. ديروه قاصح في الاول ومن بعد نتوما كتعجنوا كتضيفوا في الماء حتى كترطب العجينه، وانتم كتضيفوا في الماء حتى كتدلك مزيان مزيان. بغيتو ديروها في العجانه ديروها في العجانه وتبقاو تزيدوها الماء وهي كتدلك وانتم كتضيفوا داك الماء. كتولي بهذه الطريقه في الحقيقه كتعطيكم نتيجه زوينه، كتدلك وكتولي زوينه، يعني ما كتحتاج انها ترتاح. بغيتو تريحوها عندكم الوقت وبغيتو تريحوها ديروها في بلاستيكه وخليوها ترتاح. كتولي بهذا الشكل هذا. كندير لها الزيت من الفوق وكنغطيها غير واحد 5 دقائق، ما كنخليهاش بزاف لانها مدلوكه مزيان ومرتاحه. كنجيب الخلطه اللي غادي نطلق بها المسمن ديالي، 2 معالق ديال الفينو مع 2 معالق د مايزينا وواحد المعلقه صغيره ديال الخميره كيماويه. كنضيف لهم الزبده اللي ذوبت، خليت الزبده حتى دابت مزيان مشى من هذاك الماء، خليتها حتى تحمرات شويه. بهذه الطريقه هذه كنخلطهم مزيان مزيان هي باش غادي نطلق المسمن ديالي. وغنحتاج لشويه ديال الزيت. شوفوا من بعد ما تدلك العجينه كي ولات في الحقيقه كتعطي نتيجه زوينه. تبعوا هذه الطريقه هذه حقيقه خصو يتدلك ضروري من الدليك ديالو، يا دلكوه يا ديروه في العجانه اولا تخليوه في بلاصيكه يرتاح بعدا واحد نص ساعه د المكانه باش توصلوا لهاد النتيجه اللي وصلت لها انا. كنحاول ندير كويرات ديال المسمن، كويرات يكونوا شويه كبار. انا كبرت هنا المسمنات درتهم كبار في الحقيقه، كميه خرجت لي 7 المسمنات. غادي ندهنهم بالزيت من الفوق ونغطيهم شويه غير واحد 5 دقائق. كندهن سطح العمل ديالي اللي غادي نطلق فيه المسمنه. كنحاول ندير الزيت من جميع الجوانب باش المسمنه ديالي كتجيني ساهله وكتسلق ليا بسهوله. وكنحاول نورق فيها حتى كتولي رقيقه حتى كيبان لكم سطح العمل. العجينه في حقيقه مرخوفه ومدلوكه مزيان ومرتاحه، يعني كتمشي غير بوحدها ما تحتاجوش انكم تعذبوا معاها. من بعد كناخذ ديك الخلطه ديالي كنرشها بها، كنحاول نحركها من التحت للفوق باش تنسجم ديك السميده مع الزبده، وكندهن بها المسمنه ديالي. كنحاول نرد دوك الجوانب لهاد الجهه والجهه الاخرى على الوسط بهذه الطريقه كما كتشوفوا، وكنعاود نرش شويه من الجناب وكنرد هذيك الجهه اللي ملهيه على الجهه الاخرى وكنحاول نقاد. كما كتشوفوا الفيديو راه واضح قدامكم. كنعاود نرش شويه ديال الزبده والفينو وكنرد الجوانب الوسط بهذه الطريقه ونعاود نرد الجهه الاخرى باش كتولي لي مورقه وزوينه في حقيقه. وكنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الملوي ديالي كامل. من بعد كنرجع لدوك الاولين اللي خدمتهم الاولين، كنطلقها نحاول نطلقها شويه رقيقه ما تخليوهاش غليظه باش كتبان لكم داك التوريق اللي درتو. ما تخليوهاش غليظه خليوها شويه رقيقه. وكنردها طيب على عافيه متوسطه، نقصوا العافيه ما تكونش مجهده باش ما تشوط ليش دغيا وطيب ونحيدها وهي ما طيباش من الداخل، يعني العافيه تكون متوسطه. وكنبقى نقلب فيها حتى كطيب. شوفوا كيفاش كتنفخ، كدير فقاعات وكتنفخ، يعني انها مرتاحه ومدلوكه مزيان.
وكنرش غير شويه ديال الزبده من الفوق، ما كنديرش الزيت، غير شيشه خفيفه ديال الزبده من الفوق هي اللي كتعطينا داك اللون، ديك التحميره ديال الوجه. وكنبقى نقلب فيها حتى كطيب، كتولي بهذا الشكل هذا. غير اعتمدوه ان شاء الله وجربوه وغادي يعجبكم. غيدلكوه مزيان وخليوه، اولا ما قدروش يدلكوه خليوه يرتاح، وغادي ان شاء الله توصلوا لهاد النتيجه هذه اللي وصلت لها انا. شوفوا كيفاش كيجي، راه سخون، ما قداش نهزو في حقيقه بيدي باش نوريكم النتيجه. كيجي مورق ورقه على ورقه، وكيجي مقرمش محمر، واحد اللوين فيه ذهبي زوين. وان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اشتراك وتعليق وجيم وبارطاج، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.